ساحر اندونيسي وقف قدام الناس وتحداهم ان اي حد يقدر يضربه او حتى يأذيه، لا وكمان اوهمهم ان عنده قدرات خارقة ومفيش اي حد يقدر يقربه. وبالفعل يا اصدقائي بدأت الناس ان هي تحاول تضرب الساحر، لكن كانت في حاجة بتمنعهم، لكن في حاجز ما بينهم وبين الساحر. لكن يا اصدقائي وبسبب سوء حظ الساحر ده، كان الشيخ عادل المقبل عنده زيارة لاندونيسيا وسمع عن الساحر ده وقرر ان هو يروح له في زياره. وبالفعل راح يشوف استعراض من استعراضاته. ولما الشيخ راح يا اصدقائي شاف ناس كتير ملمومه حواليه، ناس ماسكه سكاكين وعصيان ونفسهم يضربوه او حتى يلمسوه لكنهم مش قادرين. من هنا بقى طلب الشيخ ان هو يشارك في الاستعراض. لما الشيخ اصدقائي نزل قصاد الساحر في الساحه قال في سره: اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان رجيم. وده اللي حصل. وطبعا يا اصدقائي النتيجه كانت: ولا يفلح الساحر حيث اتى.